البساطة حلوة حلوة، بس أنا بسيط ولا لأ؟ هي دي المشكلة. عارف ساعات بحس إن أنا مش بسيط، كل حاجة بعقدها شوية كده. لكن هحكي لكم عن واحد راجل صعيدي بسيط قوي، خد الكتاب المقدس زي ما هو، خد الإنجيل زي ما سمعه، منتهى البساطة. والبساطة دي تبين الإيمان الحقيقي جوه القلب. فبيقول لك الراجل الصعيدي ده سمع في الكنيسة أبونا بيقول إيه؟ تدي حاجة لربنا تاخدها 100 ضعف هنا وفي الحياة الآتية. فراح لمراته قال لها يا ولية، سمعتي كلام أبونا النهاردة؟ قالت له قال إيه؟ قال لها قال لو إحنا ادينا حاجة لربنا هناخدها 100 ضعف هنا وفي السماء وفي السماء. قالت له واحنا حالتنا حاجة عشان نديها لربنا؟ لا ايوه، حالتنا جاموسة نديها لربنا وناخد 100 جاموسة. افتكر ان ده انفستمنت، يعني استثمار. فقالت له يا راجل لحسن يكون الكلام مش صح. قال لا لا بالتأكيد صح، ده ابونا. عموما نسأل ايه ابونا قبل ما نديله الجاموسة. راح صاحبنا الصعيدي ده سحب مراته وسحب الجاموسة وطلع على أبونا. أبونا الكلام اللي قلته الصبح صح؟ قال له كلام إيه يا ابني؟ قال له اللي يدي ربنا حاجة ياخدها 100 حاجة. قال له طبعا يا ولدي، ما ده كلام يسوع مش كلام أنا. يديك 100 ضعف هنا و100 ضعف في السماء. قال له سيبك من اللي في السماء، خلينا في اللي هنا. يعني لو اديناك الجاموسة اللي حيلتنا هتديني 100 جاموسة؟ قال له ربنا يديك يا ابني، انت هتدي ليسوع ويسوع يردها لك. قال له يسوع ما بيغيرش كلامه؟ قال له لا طبعا ده يسوع. قال له ماشي، خد الجاموسه اهي. اداله الجاموسه. ابونا ذبح الجاموسه وزعها على الفقراء اخر حلاوه، والناس فرحانه، والراجل ايه مستني ال 100 جاموسه. يوم 2 3 مفيش جاموس. اسبوع 2 مفيش. كل شويه ينط لون يا ابونا الجاموس فين؟ يقول له يا ابني اللي خد منك يسوع هو اللي يرجع لك. فمراته قالت له شوف انا قلت لك وانت ما سمعتش الكلام، يا انت يا الجاموسه في البيت. فراح لابونا قال له يا ابونا الوليه طردتني من البيت وقالت لي انا يا الجاموسه، فبلاش الجاموس كله، اديني بس الجاموسه بتاعتي. قال له يا ابني احنا ذبحناها قدامك واديناها للفقراء فيسوع يديها لك. قال له هو فين يسوع ده وانا اروح له؟ هو هياكل الحاجات على الناس؟ قال لا ربنا ما بيعملش كده. فاذا ربنا حب يريح دماغه يعني شويه فقال له يسوع في القدس، روح كلمه. قال له روح له. فراح واخد معاه شويه عيش خبز وشويه ميه وطلع ماشي على القدس. وهو ماشي في الطريق خلص منه الاكل والميه ولقى قصر جميل كده كبير قوي، فقال يخش يشرب شويه ميه ولا حاجه. فدخل يشحت منهم، لقاهم اهتموا بيه جدا واستقبلوه ودخلوه ومش عارف ايه. وشويه وجه صاحب القصر نفسه غسل له رجليه وجاب له هدوم جديده واداله كل اللي هو عاوزه وبتاع. وبعدين ساله انت ايه اللي ماشيك في الحته دي؟ قال له اصل الحقيقه اديت لي يسوع جاموسه عشان يدهاني 100 جاموسه اكلهم عليا. فابونا قال لي انه في القدس، فانا رايح اجاب له واقول له اديني الجاموس. فالراجل الغني لما لقى الراجل الصعيدي ده بسيط قوي قال له طب شوف، لما تشوف يسوع قول له فلان الغني بيقول لك كفايه خير يا رب، انت اديتني كتير قوي، انا مش عارف اودي الخير ده فين، فكفايه كده، اشكرك جدا يعني. قال له هقول له. وفضل ماشي في الصحراء ماشي 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 لغايه ما ايه وقع في عصابه. العصابه قاطعين طرق يفتشوا في الراجل مش لاقيين حاجه، ودوه رئيس العصابه. رئيس العصابه خده قعد يقول له يا راجل انت ماشي في الصحراء دي ليه لما انت معكش ابيض ولا اسود ولا اي حاجه؟ فقال له الحكايه انه رايح يشوف يسوع. فراح قال له خده على جنب كده وقال له لما تشوف يسوع قول له فلان رئيس العصابه بيقول لك يا رب انا نفسي اتوب، بدي اتوب، انا رئيس عصابه بس انا مش عاجبني حالي ده،
فاديني فرصة ان انا اتوب. ازاي؟ معرفش. قال له حاضر هقول. كمل كمل كمل، فضل ماشي ماشي لغاية ما لقى متوحد في زي صومعة كده او مغارة. فضل لقاه بيصلي، قاعد مستني من الصبح لغاية بالليل، لغاية ما بعد الظهر كده لما الراجل بطل صلاة استقبله ومش عارف، قاعد يحكي معاه وكده وشوية وقال له تعالى ناكل لقمة. طلع بره المتوحد، جاب نص رغيف قسمه نصين، هو ربع والراجل الصعيدي ده ربع، وشوية ملح، وأكلوا وشكروا ربنا وبتاع. وبعدين والراجل ماشي بقى بعد كده تاني يوم بيقول له أنت رايح ليه القدس؟ فحكى له الحكاية ليه رايح القدس. فقال له طب أنا متأكد إنك هتشوف يسوع لأن أنت قلبك أبيض قوي. لما تشوف يسوع قول له فلان المتوحد بيقول لك يا رب هو بقاله 30 سنة 30 سنة في البرية، نفسه بقى يطلع السماء، كفاية كده. قال له يعني عاوز تموت؟ قال له عشان اطلع السماء. قال له حاضر هقول لي يسوع. وايه؟ ومشي الصعيدي راح يدور في القدس، فين يسوع؟ قالوا له في كنيسة القيامة. دخل كنيسة القيامة يدور يمين شمال، بقول لك ايه يا رب هتستخبى مني ولا ايه؟ هلاقيك هلاقيك. وشوية ولقى يسوع قاعد على كرسي العرش كده قدام المذبح. قال له انت يسوع صح؟ قال له انا يسوع. قال له بقى كده يا رب تاكل عليا الجاموسات؟ قال له لا انا ما اكلتهمش عليك، انا كنت عاوزك بس تيجي المشوار ده كله لغايه هنا عشان حاجات مهمه. بالنسبه للجاموس اللي انت عاوزه انا فعلا هديهولك هنا وهبارك لك فوق في السماء كمان. انت لو رحت البيت بتاعك وحفرت في الحته الفلانيه في الحيطه الفلانيه هتلاقي 3 زلعات ذهب، واحده فيهم مديها للأسقف يبني كنايس، واحدة فيهم مديها للابونا علشان يدي للفقراء، والتالتة ليك عشان تجيب بيها 100 جاموسة. قال له متشكر يا رب، كتر خيرك يا رب، واخد بعضه وطلع يجري. فيسوع قال له تعالى تعالى تعالى، ما فيش أي رسائل ليا ليك حد قالها لك؟ قال له يا سلام يا يسوع أنت ابن حلال جوي. على فكرة في راهب متوحد بقاله 30 سنة بيقول لك كفايه كده عاوز يموت ويطلع السماء. قال له 30 سنه 30 سنه وانا باكله، 30 سنه وانا واخد بالي منه، كل يوم ابعت له نص رغيف، وفي اليوم اللي انت رحت فيه بعت له الرغيف كامل عشان يقسمه نص معاك ونص معاه. فقال لي بقى ربنا جايز ما يجيبليش بكره، وخبى نص رغيف وقسم معاك النص التاني. فروح قول له انت محتاج 30 سنه تاني عشان يبقى عندك ايمان وساعتها هاخدك السماء. قال لي خبى مني نص رغيف، طب خليه مخلل هنا بقى هقول له. قال له يا رب وعلى فكره في كمان واحد رئيس عصابه وعرجوي وشه فظيع ما تتشافش يعني، بس بيقول انه بده يتوب ويبقى معاك. قال له روح قول له انا كنت واقف وسمعت صوتك وشفت قلبك وقبلت توبتك وموافق انك تبدا من جديد. روح عند الراهب المتوحد الفلاني اتلمذ على ايديه وانت هتبقى انسان تاني خالص وهتاخد مكان هذا القديس. قال له في واحد غني يا رب بيقول لك كفايه خير انت اديته كتير. قال له روح قول له مش هينفع اغير الايكويجن او المعادله بتقول طول ما انت تعطي وتشكر انا ما اقدرش اوقف الخير اللي ليك، هفتح قوى السماوات وطاقات الارض كلها عليك بالخير لان انت دايما تعطي وتشكر، وبالتالي انا مش هبطل. رجع الراجل الصعيدي صاحبنا ده وادى الرسائل للناس، وفي الاخر لقى الزلعات بتاعته وجاب الجاموسات اللي هو كان بيدور عليها. دي القصة دي ببساطتها بتبين حاجة مهمة جدا، انه مش بالشكل خالص. يعني رئيس عصابة شكله وحش مرعب الناس تخاف منه، لكن ممكن يتوب زي موسى الأسود. واحد متوحد ولا راهب زي حضرتك كده اللي لازم ياخد باله من نفسه كويس جدا، ولازم يقوي الإيمان بتاعه قوي، وانا وانتوا كلكم لازم نعمل كده، وإلا يبقى بحاجة بسيطة نسبة عدم إيماننا زي ما بيحصل دلوقتي في التناول، والناس خايفة من كورونا حتى في التناول. فعشان كده حبايبي وطبعا اتعلمنا الدرس الثالث انه طول ما انت بتعطي وتشكر ربنا مش هيبطل خير، هيفضل يديك على طول.
ربنا يدينا كلنا بساطة الإيمان زي الراجل ده ونوصل للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. دايما احنا بنفتكر ان احنا بندي لربنا. حقيقي انت ما بتديش لربنا حاجة، وانت لو اديت كل حاجة هي ولا حاجة. ربنا حتى مش محتاج انه ياخد منك يعني، بس هو بياخد منك عشان انت تاخد بركة، بياخد منك علشان يقول لك قد ايه في شركة بيني وبينك، بياخد منك عشان هو بيحبك. زي ما يجي طفل كده ياكل ابوه في بقه حته بسكويته من اللي بياكلها، ابوه مش محتاج البسكويته دي، لكن عشان بيحب ابنه جدا بيقبل منه وهو فرحان ومبسوط ان ابنه بياكله. نفس الحكايه بتحصل معانا كتير قوي، ان احنا بنقعد نفتكر ان احنا بنقدم لربنا. لا حبيبي، خد بالك ولا حاجه خالص، واللي بيعوضك بيه ربنا اكتر بكتير قوي من اللي انت بتقدمه. لازم لما تدي، الكتاب المقدس قال المعطي المسرور يحبه الرب. تعطي بسرور، تعطي وانت فرحان، تعطي وانت مش مستني حاجة في مقابل. يعني يقول لك كان في واحدة غنية جدا جدا من اسكندرية، جت محملة بحاجات كتيرة جدا للكاتدرائية البطرخانة، ودخلت الكاتدرائية ايام البابا بطرس علشان تقدم الحاجات بتاعتها. فراحت بقى نزل من الجمال ونزل مش عارف، قعدت تنزل، خدوا الحاجات كلها وطلعوها للبابا وراح بعت تلميذه قال له قول لها يا بنتي الله يعوضك. فنزل تلميذه ويقول لها قداسة البابا بيقول لك الله يعوضك. قالت له يعني ايه؟ يعني ايه الله يعوضك؟ يعني انا ادب المشوار ده كله واجيب الحاجات دي كلها وهو كل اللي يقوله لي الله يعوضك؟ هو ده اللي بيدهوني؟ هو ده المقابل بتاعه؟ على الاقل ينزل يعني يقدم لها بقى فروض الطاعه والولاء ويحترمها جدا، لانها ادت للبابا حاجات. يعني زي ما ناس كتير قوي تلاقيها بيقدموا مثلا في الكنيسه حاجه ويجي ابونا يقول له اهلا ازيك يا ابني، يقول ايه ده؟ بيقول ازيك يا ابني زي بقيه الناس اللي بيقدم زي اللي ما بيقدمش؟ طب ده انا جايب في الكنيسه مش عارف ايه وجايب ايه ومديهم ايه. لا حبيبي، انت لا اديت الكنيسه ولا اديت ابونا، انت اديت ربنا، وربنا يقبل منك. هو اللي هيعوضك، مش ابونا بانه يحترمك شويه ولا يبجلك ولا يحطك فوق الناس، لا خالص. واحد تاني يقول انا لما باجي بقابل سيدنا، بس سيدنا يعني فين سيدنا؟ اصل الراجل بيدي تبرعات لسيدنا فهو لازم سيدنا اللي يستقبله، لازم هو اللي يحب. كل ده كلام فارغ، اللي بتاخده من ربنا اهم. الست دي زعلت جدا جدا من الانبا بطرس، البابا بطرس ده، عشان ما كل اللي بعته قال لها الله يعوضك. فالبابا بطرس سمع صوتها وعرف انها زعلانه جدا، فنزل وقال لها يا بنتي حقك عليا، على فكره اللي انا قلته اكتر بكتير قوي من اللي انت جبتيه. قالت له يعني ايه يا سيدنا؟ لا شوف الحاجات بتاعتي قد ايه. قال هات يا ابني الميزان الاباني. فجابوا الميزان اللي هو الكبير قوي ده وقال حط كل حاجتها، ربطها كده وحطها في كفه. فراحوا حاطينها، طبعا الكفه ايه التانيه طلعت في السقف يعني. وراح جاب ورقه صغيره وكتب عليها الله يعوضك اللي هو قالها لها، وراح حاطط الورقه على الكفه التانيه. راحت الكفه دي نزلت 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 نزلت، والتانيه قعدت تطلع 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 لغايه ما بقت حاجتها فوق خالص والورقه تحت خالص، تقلت قوي يعني. فراح البابا قال لها اختاري واحده من الاتنين يا بنتي وامشي، خديهم وامشي، اللي ينفعك خديه وامشي. فقعدت تبكي بمراره وقالت له يا سيدنا حقك عليا، انا ما كنتش اعرف من كلمه الله يعوضك اللي انت قلتها اغنى بكتير جدا 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 من الحاجات اللي انا جبتها. ربنا بيعوضك، صدقني بيعوضك عن كل تعب بتقدمه في كنيسته، بيعوضك عن كل تعب بتقدمه في اسم المسيح، بيعوضك عن كل تعب لاجل المسيح نفسه. اي حاجه بتقدمها مش منسيه قدام ربنا. ربنا ما بينساش حاجه خالص وبيديها لك اضعاف، زي ما قلت قبل كده ان ربنا فعلا مش بينسى وعمره ما هيبقى مديون ليك ابدا. فلما ابونا في الكنيسه يقول لك الله يعوضك يا ابني، اعرف انه هيعوضك، وخلي عندك ايمان من جوه انه هيعوضك، وقول له يا رب انا مش بقدم لك حاجه، انا كل من يدك واعطيناك، انت يا رب اللي مديني وانا بس جايب الخير اللي انت اديتهوني بديهولك. اديتني فلوس جبتها حطيتها في الصندوق من ورا الناس كلها، اديتني صحه جيت عشان اقدمها لك في الخدمه،
اديتني مخ جيت عشان اساعد بيه حد تاني. انت يا رب اي حاجه بتدهاني ابقى بقدمها لك وانا فرحان وانا عارف ان انت هتعوضني. ربنا يعوضكم كلكم عن محبتكم وتعبكم في خدمه المسيح. لإلهنا كل مجد وكرم من الان والى الابد امين. آية النهارده بتقول ايه؟ لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله. في سفر الامثال اصحاح 27. يعني اوعى تمنع الخير عن اهله. الخير ده حسنه بتديها لحد يعني. كان في بنت بتحكي بتقول انا كنت عايشه مع جدتي، وجدتي دي كانت طيبه خالص، ولكن الظروف كانت علينا صعبه قوي. كان خالي بيبعت لنا فلوس من وقت للتاني كده من حته بعيده، وكنا بنستنى فلوسه خالص. وجدتي زي ما بقول كانت بتعمل خير مع كل الناس، بس جت في مره الكيس بتاع فلوسها وهي في السوق اتسرق، ما بقاش معاها فلوس، وكل اللي في حيلتنا 5 جنيه، وخالي ما بعتش فلوس، فالدنيا بقت كرب خالص ومش عارفين نعمل ايه. حتى تيتا كده وقفت فتحت الدولاب كده وبصت ودموعها نزلت ان ما معهاش غير 5 جنيه. بس برغم من كده عملت حاجه خلتني كنت هتجنن. عملت ايه بقى؟ راحت ادتني ال5 جنيه وقالت لي روحي اشتري عيش حلو طازه، واشتري عدس، وهاتي بيض وتعالي. وراحت عامله طبخه عدس واو، ريحتها بقى قلبة الدنيا خالص، وكمان البيض سلقته ومش عارف ايه. وراحت واخده ده كله ومدياه للغلابه اللي في المنطقه، عدت عليهم وزعته. ولما رجعت انا جننت، قلت لها يا تيتا طب كنت سيبي لي بيضه، ده احنا جعانين، ده ما عندناش اكل. ازاي تعملي كده يعني؟ اللي حلتنا بقى ما فيش ولا مليم ومش عارفين. قالت لها هدي نفسك بس ننام شويه وانا متاكد ان ربنا هيفرجها. ناموا صحيوا على دب جامد قوي على الباب. حد بيخبط، فتحوا الباب لقيوا واحد صاحب خالها جايب من عند خالها الفلوس، والفلوس بزياده، وجايب بقى ايه خير كتير قوي، خيرات كتيره قوي بتديها لها. قالت لها شفتي بقى؟ قالت لها لكن انت عملتي ليه عدس يا تيتا؟ قالت لها لاني بحبه. الاكله اللي بتحبيها تعمليها للغلابه، الحاجه طعمها حلو وانت عارفاه تديها للغلابه. هما بيحبوا، انا بحب العدس والبيض، فرحت مدياهم عدس وبيض. 10 دقايق كمان عدوا والباب بيخبط تاني. ايه؟ ولد كان قاعد في السوق لقى الكيس بتاع الست وفاكرها كويس، وخد وقت يومين ولا حاجه لغايه ما عرف بيتها علشان يجيب لها الكيس. فراحت ستها قالت لها ايه؟ اللقمه تزيح النقمه. يعني اللقمه للفقير تزيح النقمه. لما ندي للفقير تقول لها يا بنتي لما تضيق بيكي خالص وتلقي روحك مخنوقه اكلي واحد فقير. لما تاكلي الفقير ده انت هتبقي تمام وهتلاقي نفسك كويسه خالص ومرتاحه، وربنا هيعوضك اضعاف اضعاف ويديكي ازيد من اللي انت وزعتي. كانت الست دي البنت دي بتقول عن تيتتها انها كانت تسلق البيض السخن في الشتاء وتنزل توزعه على عساكر المرور اللي واقفين في الشارع، وتقول دول غلابه يفضلوا طول النهار واقفين في الشارع، وتديهم عيش طازه، وتروح للزبال والكناس وتاكله اكل حلو، وتقول لها يا بنتي طول ما انت بتدي هتلاقي ربنا يديكي اكتر واكتر. وكان فعلا ربنا بيديهم، لان النتيجه لما تدي حد محتاج حاجه عمل الخير يرجع لك زياده وزياده، لان وتحس بسعاده كده في حياتك ما بتحسهاش في اي حاجه تانية. اتعلم انك تدي، لان لو اتعلمت انك تدي هتلاقي ان فعلا حياتك اتغيرت، وهتلاقي نفسك مبسوط للعطاء، نفسك تدي اكتر واكتر واكتر. ليه؟ لان في احساس غريب كده بيجيلك لما تدي للفقير والمحتاج. لما تطلع اللي عندك وتدي للفقير يعني فعلا بتبقى حاجة جميلة قوي. صدقوني جربوا كده، جرب ادي واحد محتاج، جرب انك تبعت لحد مسكين، جرب انك تبعت لحد معوق كده ولا عنده سبيشال نيد اللي هم معوقين ذهنيا ولا حاجة كده. الواحد قلبه بيتوجع لما يشوفهم. يا رب كان ممكن انا اطلع زي الولاد دول، لكن انت يعني خليتهم ملايكة في وسطينا
علشان نفتكر الولاد دول وما ننساهمش. اعمل خير يا حبيبي، اعمل خير، الخير مستنيك. وانت كل ما تعمل خير هيجي لك ازيد وازيد، لان ربنا عمره ما هيبقى مديون لك. ربنا يدينا كلنا بركة العطاء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ساعات احنا ما بنعرفش ترتيبات ربنا. امور ربنا بعيده عن فهم والاستقصاء، ما تقدرش تستقصيها حتى، ما تعرفش وراها ايه، لكن ربنا عارف. احكي لكم حكايه النهارده غريبه خالص، قريتها لكاتب روسي. بيقول كان في واحد جزمجي، والراجل الجزمجي ده كان فقير جدا جدا، مش عارف يعمل ايه. فمراته قعدت تقول له يا راجل احنا ما عندناش اكل وما عندناش حاجه، ما تروح تجيب الفلوس اللي ليك عند الناس. فلبس الطاقية بتاعته، انتوا عارفين الفرو دي في التلج بقى، عايز التلج ماينس يعني ناقص 40 ولا حاجة، وحط على هدومه البلطو المقطع، الرقع باينة بتاعته، يعني هدومه باينة من تحت، وطلع يخبط يا عم فلان يا عم فلان انا ليه عندك ربع روبيا، ما هو هناك بالروبيا، طب خدها اهي يا عم فلان ليه عندك نص روبيا ومش لاقيين ناكل، خد النص روبيا. المهم قعد يجمع له 3-4 روبيا، ورجع فرحان، عدى على الخماره، شم ريحه الفودكا، قال لك واو هي دي، اروح ادفي نفسي شويه بنص بنص روبيا بس ولا حاجه. دخل صرف 3-4 روبيا ورجع يا مولاي كما خلقتني، ما معهوش ولا مليم. وهو ماشي لقى عند باب الكنيسة بتاعت القرية بتاعتهم واحد راجل قاعد عريان خالص، ما صدقش روحه. فقال له هي ناقصاك عريان في التلج ده احنا ناقص 40 وانت عايش ازاي؟ وراح سايبه ماشي. هي قلبه وجعه كده، فرجع له قال له يا عم انت عريان ازاي؟ ما ينفعش كده. فالراجل بص له قال له ما انا ما عنديش هدوم. قال له خد البلطو بتاعي، فراح ملبسه البلطو بتاعه على اللحم. قال له اقول لك انا برضه لابس شويه هدوم، خد ادي الطاقيه بتاعتي، وراح حاطط له الطاقيه بتاعته الفروه دي فوق راسه، وقال له تعالى نام معايا في البيت، انا مش هسيبك كده في التلج، انت ما عندكش بيت؟ قال له لا. قال له تعالى معايا. فرح مراته اول ما فتحت شمت ريحه الفودكا، اديته الطريحه المظبوطه، انت جايب لي كمان واحد هومليس معاك، انا مش قاعده لك في البيت. لمت حاجتها وماشيه في منتهى النرفزه، وهي ماشيه خدت بالها ان الراجل لابس البلطو بتاع جوزها على اللحم، يعني لحمه باين، فقلبها رق قوي وصعب عليها. فراحت بصله وقالت له هو انت اتعشيت؟ لا. قالت طب انا هعمل لك اخر شويه دقيق عندنا خبزيه كده تاكلها. ورجعت تاني وحطت حاجتها وقعدت تخبز للراجل الغريب ده الخبزيه دي. الراجل ابتسم، كان اول مره يبتسم من ساعه ما شافه الراجل. المهم الست هديت عقبال ما عملت الخبزيه، وهي نايمه جنب جوزها كده على الفرن من فوق، بتقول له الراجل ده كان معاك في الخماره ولا؟ قال لها لا، ده انا لقيته عريان قدام باب الكنيسه فصعب عليا قوي. قالت له صحيح انت بتعمل حاجات كلها غلط، بس كويس انك انقذته. مش عارف ليه قلبي رق قوي وصعب عليا لما شفت لحمه من تحت البتاع ده. قال لها اشوفه منين ده، ما عندوش بيت وما هشوفه الصبح يعني. المهم الست الصبح راحت تشحت من الناس التانيين شويه اكل ولا شويه دقيق ولا بتاع، والراجل الجزماجي قعد مع مين؟ مع الراجل الغريب. قال له انت اسمك ايه؟ الراجل قال له انا اسمي غريب مش مهم. فقال له خلاص هسميك غريب يعني انت ما معكش بطاقه ولا معاك اي حاجه؟ قال له لا. قال له طب بتعرف تشتغل ايه؟ قال له ما بعرفش اشتغل حاجه، بس لو علمتني هتعلم. قال له خلاص انا هعلمك ازاي تعمل الجزمه وتساعدني يعني. فعلمه. المهم الراجل بقى مشهور جدا جدا ان عنده جزماتي شاطر جدا. هو الراجل لقط الشغلانه وابتدى يشتغل كويس جدا 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 بطريقه غريبه،
لدرجة ان شهرة الجزمجي بقت جامدة قوي، بيجيله من كل حتة في روسيا عشان يعمل لهم جزم. وغني جدا على حس مين؟ الغريب. والغريب قاعد على ترابيزة، كل اللي بيعمله بيشتغل وبياكل وبس، على كده ما بيعملش حاجة تانية. بعد 4 سنين دخل واحد غني جدا من بتوع القصر، هو ومراته، بيقول للجزمجي انا جبت حتة جلد اهي من اوروبا، هديها لك تعمل لي جزمة، لو الجزمة اتشققت هقطع رقبتك، لو الخياطة اتقطعت هقطع رقبتك، لو الرباط مش عارف جراله ايه هقطع رقبتك، ها بس هديك فلوس كتير قوي تعملها. فراح الراجل الجزمجي بص للغريب وقال له ايه رأيك؟ لتاني مرة في 4 سنين لقاه بيبتسم وقال له هنعملها له. فراح قال له خلاص هنعملها. الراجل مشي من هنا، فده اداله الجزمجي ادى للغريب الجلد وقال له اعمل معروف، اوعى تتقطع ولا تعملها غلط ولا ايه، خد بالك كويس جدا. قال له حاضر. خدها عملها منتوفلي مش جزمه. الراجل بقى يلطم، ضيعت حياتي، هيقطع رقبتي. والتاني ما بيتكلمش. ما فيش نص ساعه ولا حاجه لقيوا مرات الراجل الغني بعتها بتقول لو سمحتم ما تعملوش جزمه، اعملوا حته الجلد بنتوفلي، لان انا جوزي مات وهم عندهم في روسيا لما حد بيموت بيلبسوه بنتوفلي، فاعملوا بنتوفلي. فقالوا لها جاهز اهو، وراحوا مدينها البنتوفلي. وبعد كده قعد الراجل يشتغل برضو الغريب ده لغايه 7 سنين. فلاقي مرات الراجل الجزمجي عماله تقول ايه، ياه واحده ست جميله قوي ومعاها بنتين في منتهى الجمال، بس مش شكلها خالص يعني، واحده فيهم بتعرج. الراجل قام واتنطر الغريب وطلع يجري على الشباك وقعد يبص كويس قوي وبص على الست اللي جايه ومعاها العيال ومهتم جدا بيهم يعني. وكل اللي في البيت بيبصوا لبعض، هو ايه اللي حصل يعني، ده اول مره يهتم بحد. وبعدين دخلت الست، فمرات الجزمجي بتقول لها بنتين حلوين قوي جمال مع انهم مش شكلك، والرجليها بايظه دي هنعمل لها جزمه مخصوص. قالت لها محتاجه جزمه. على فكره دول مش بناتي الحقيقه. كانت جنب القصر بتاعي كان في كوخ او عشه يعني، وكان في واحده ست فقيره قوي، وبعدين بعد ما جابت البنتين دول ماتت، وهي بتموت كسرت رجل واحده فيهم، وقعت على رجل واحده وبوظتها. وانا كان معايا بيبي ولد، فصعب عليا البنتين، خدتهم عندي بقيت ارضعهم معايا. بعد شويه ابني مات وبقى هم دول بناتي، كتبتهم على اسمي وخلاص انا اعتبرتهم بناتي، وداخلين مدارس يعني انجليزي اجنبيه ومش عارف ايه، وبربيهم احسن تربيه. والحمد لله ربنا عوضني عن ابني اللي مات ببنتين جمال مؤدبين وحلوين قوي يعني. والراجل الغريب مهتم بكل كلمه. بس الست مشيت، فراح الغريب وقف وقال لهم متهيألي انا ده لازم امشي دلوقتي. قال له تمشي تروح فين؟ قال لهم بيتي. قال له انت قلت ما عندكش بيت. قال لهم الحقيقه انا ملاك. ايه؟ انا ملاك، وكان ربنا بعتني اخد روح الست الفقيره اللي جنب القصر. وقعدت تعيط وتقول لي هتاخدني وتسيب عيالي، محدش هياخد باله منهم خالص، محدش هياخد باله منهم، انا لو مت هم هيموتوا في التلج ده. وانا رجعت ربنا وقلت له يا رب مش هينفع ناخد روحها، لان مين هياخد باله من عيال؟ فقال لي عشان انت مش لغايه دلوقتي مش قادر تفهم ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء، انزل وخليك بين البشر لغايه ما تتعلم دروس اساسيه جدا. قال له وانا اتعلمت 3 دروس مهمين جدا. اول درس، شايف فاكر مراتك لما كانت في منتهى العكننه ومره واحده قلبها رق عشان واحد اللي هو انا؟ فاول درس ان ربنا حاطط في قلب البشر حاجه حلوه، كل بني ادم جواه حاجه حلوه لو قدر يستغلها بيبقى انسان كويس قوي. الحاجه التانيه ان البشر مش عارفين امتى هيطلعوا، فبيقعدوا يرتبوا هم مش عارفين. الراجل الغني اللي جه قال لك تعمل جزمه وما تقطعش لمده سنه وما تتجرحش لمده سنه والكلام ده، انا كنت شايف واحد من زمايلي واقف وراه هياخد روحه اوريدي وهو مش دريان. الحاجه الثالثه اللي انا فعلا اتعلمتها ان ربنا بيرتب لكل الناس. الام اللي ماتت دي لو كانت فضلت عايشه كانت هتربي عيالها في الخطيه عشان تاكل،
لكن عشان البنات جميل جدا ربنا رتب الست الغنية دي اداها عيل بس عشان ترضعهم وبعد كده يبقوا عيالها ويتربوا كويس. أنا خدت بالي وعرفت إن أمور ربنا بعيدة عن فهم والاستقصاء، ودلوقتي لازم أطلع. فعملوا فاير كبيرة قوي أو نار كبيرة قوي، وهو طلع في وسط النار وطلع قدامهم للسماء وخد الدروس اللي هي لازم إحنا كمان ناخدها، إن أمور ربنا إحنا مش بنفهمها. ما تقعدش تسأل كتير، ربنا ما ينفعش يتسأل، ربنا يتقال له أشكرك بس. صاحب المصنع عندنا قال هيسك المصنع وهيقفله، وأنا يا أبونا في آخر الشهر مش هلاقي أكل يا أبونا، لا أنا ولا مرتي ولا عيالي، نعمل إيه يا قدس أبونا؟ مش عارفين نعمل إيه. وقاعد يعيط لأبونا، والراجل يعيط وأبونا يطبطب عليه ويقول له صدقني يا ابني، صدقني ربنا مش هيسيبك، لا أنت ولا أولادك. حلقة النهاردة بتتكلم على إن ربنا بياخد باله وما عمره ما بينسانا، هو واخد باله من كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. وعشان كده قال انظروا إلى طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد وإنما أبوكم السماوي يقيتها، في إنجيل متى. ربنا ما بينساش حد. إذا كان هو بيقول كده، إذا كان ما بينساش طيور السماء فكم بالحري أنتم. ويقول في حتة تانية كم بالحري أنتم يا قليل الإيمان. يعني لازم تعرفوا إن ربنا واخد باله منكم، بيوكل طيور السماء. يعني إحنا كتير جدا جدا ما بيبقاش عندنا، يعني بحس إن ما عنديش إيمان. ما عنديش إيمان إن ممكن ربنا يعمل معجزة. ما عنديش إيمان إن ممكن يحرك قلب حد تجاهي. يعني ما عنديش إيمان. يعني لما بيجي لي حد كده ويقول لي، واحدة تقول لي مثلا أنا جاي لي عريس حلو قوي وأنا بحبه قوي وهو بيحبني قوي، بس بابا مش راضي ولا ماما مش راضي عليه. كتير قوي كنت أقول لهم طب خلاص نعمل حاجة، نصلي لفترة معينة ونشوف ربنا هيقول إيه. يقول لي هنعرف إزاي؟ إن ربنا غير قلب بابا. إذا قال في قلبه خلاص أنا موافق، يبقى ربنا موافق. بس ده من رابع المستحيلات يا ابونا. احنا بنطلب من ربنا المستحيل. هو ربنا مش مهتم بيك أو بيكي، هو هيرتب. وبالطريقة دي احنا بنعرف حتى صوت ربنا، لأن أنا متأكد إن ربنا مش ممكن هينساني. يحكى عن واحد كده أبونا صعيدي في بلد صعيدة كده غلابة، وكان أبونا ده اسمه أبونا يوسف، راجل طيب وقديس وحلو قوي، وكان بيته مفتوح لكل الناس، اللي عاوز يجي واللي عاوز يكلمه في أي وقت يكلمه، وهو عمره ما قال لحد لا. وكان كمان لما يدخل له حد يحاول يأكله ويشربه ويهتم بيه. في مرة جاله راجل من العمال بتوع اللي ساكنين في القرية، وكان راجل بيشتغل في مصنع. يعني يا جود سابونا يا جود سابونا اتخرب بيتي يا جود سابونا. قال له ليه يا حبيبي في ايه؟ قال له رئيس صاحب المصنع عندنا قال هيسك المصنع وهيقفله، وأنا يا أبونا في آخر الشهر مش هلاقي أكل يا أبونا، لا أنا ولا مرتي ولا عيالي، نعمل إيه يا قدس أبونا؟ مش عارفين نعمل إيه. وقاعد يعيط لأبونا، وأبونا يقول له يا ابني القي على الرب همك وهو هيعولك. هو بيهتم بيك أنت وعيالك أكتر من أي حد تاني. اللي حتى لو اتقفل ده ربنا هيفتح باب تاني. يفتح فينين يا أبونا؟ ده قدس أبونا ده مفيش حد خالص ممكن يشتغل دلوقتي. والراجل يعيط وأبونا يطبطب عليه ويقول له صدقني يا ابني، صدقني ربنا مش هيسيبك، لا أنت ولا أولادك. والمهم قعد يكلمه إن ربنا بيقول انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقيتها. يعني ربنا هيقيتك أنت ومراتك وعيالك. الراجل مش قادر يفهم خالص وعمال يعيط وشايل الهم قوي. فأبونا قال له طب تعالى نكسر لقمة كده وبعد كده أصلي لك وتمشي. يعني والراجل بعد إلحاح قال له أنا لا قادر أكل ولا قادر أحط لقمة في بوقي وحناكي كده ممرر خالص يا جود سوينا. قال له معلش تعالى اقعد، وصلى على الأكل وأكله. فكان جنبهم قطة سودة، قطة كده تيجي تقعد على إيديها كده ورفع إيديها ومستنية الفرج. فأبونا يرمي لها لقمة، تقوم واخدة اللقمة وجري، بدل ما تاكلها تاخدها وتطلع تجري وتيجي تقعد تاني مستنية. وعملت كده كذا مرة.
فالراجل العامل قال له هي بتعمل كده ليه يا جود سابون؟ قال له مش عارف يا ابني، نرمي لها لقمة ونروح نشوف هي بتعمل كده ليه، جايز بتحوشهم يعني. فالمهم رموا لها لقمة، وابونا يوسف هو والراجل العامل ده مشوا ورا القطة عشان يشوفوا هي بتروح فين. لقيوها فضلت ماشية في القرية لغاية ما دخلت بيت مهجور ومكسر كده ومفيهوش حاجة، وفي الكورنر في قطة عامية لا تقدر تروح يمين ولا شمال، وليه قدامها الثلاث حتت بتاعت اللقم اللي هم ادوها للقطة السوداء، هي بتروح تحطها قدامها عشان تاكل. فراح أبونا قال له ودموعه بتنزل كده، قال له شايف يا ولدي، شايف؟ يعني أبوك السماوي مش ناسي القطة العامية اللي مرمية في خرابة أمها سابتها ومشيت، والقطة السوداء بتاخد لها أكل وتروح تأكلها، يبقى هينساك أنت؟ خلي عندك إيمان يا ابني. الراجل اتعزى خالص وحس فعلا إن ربنا مش ممكن ينسى ولاده إذا كان ما نسيش القطة العامية الغلبانة دي اللي في الكورنر اللي محدش عمره ممكن يسأل عليها، ممكن تفضل جعانة لغاية ما تموت. وفعلا حصل إن بعد ما الراجل ده ساب المصنع مفيش كام يوم اشتغل في مصنع تاني وأحسن بكتير وفلوس أزيد، وكانت كل الحاجات لخيره مش لشر أبدا، كانت للخير. وأبوك السماوي لن ينساك أبدا. خلي عندك الإيمان ده، حتى لو الشغل تعبينك وقايلين إنهم هيطلعوك، ما يهمكش حبيبي، يسوع هيفتح لك باب رزق تاني. اللي بتشتغل معاهم واكلين حقك، معلش حبيبي، يسوع هيبارك لك في حاجة تانية. خلي عندك إيمان. الإيمان بتاعك هو اللي ممكن يخلي ربنا يشتغل معك كويس قوي. ال8 دول وقعوا جوه المحيط وفضلوا 21 يوم. تخيل 21 يوم لا أكل ولا مية ولا أي حاجة. آية النهاردة اللي بنتكلم عليها بتقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة في إنجيل يوحنا. هو روح وحياة ليه؟ لأنه ممكن يديك حياة حتى لو كنت قريب قوي من الموت، ولو كنت ميت روحيا هيقدر يحييك. صدقني الكتاب المقدس مهم جدا، والناس المؤمنين بالكلام في الكتاب المقدس بتلاقيهم يعيشوا حياة روحية عالية جدا. الناس غير المؤمنين أو اللي مش بيستعملوا الكتاب المقدس فعلا بيخسروا جامد قوي. يعني انت روحك هتاكل ايه؟ تشرب ايه؟ انت مش انت روح وحياة، روح وجسد، انت جسد وروح، اتنين في بعض. فعشان جسدك بتاكل كتير، وعشان جسدك بتشرب. طب وعشان روحك لازم تشرب وتاكل وتتنظف كمان زي ما جسمك بيتنظف. انت بتاخد شاور تنظف جسدك، تقدم على سر الاعتراف والتوبة تنظف ايه؟ روحك. وتشرب وتاكل من كلام الكتاب المقدس. وجدت كلامك كالشهد فأكلته. فالكتاب المقدس ممكن ينقذك في أيام الضيق والضنك اللي انت ممكن تمر بيها. ليه؟ لأن ربنا بيفضل يفكرك بالآيات اللي انت قريتها ويعزيك من جوه، وهو سبب تعزية ورجاء. واللي يثبت الحكاية دي قصة جت ساعتها يعني في الدنيا في النيوز وانتشرت قوي، ان في واحد كان اسمه جوني بارتيك وقع هو و7 عسكريين معاه، وقعوا في المحيط الهادي ايام الحرب العالمية الثانية. والحمد لله كان معاهم زوارق نجاة اللي هي عبارة عن مطاط صغيرة. هم ال8 كان معاهم 3 زوارق، فكل 3 تقريبا في زورق أو في مركب صغير مطاط. انت طبعا لما تقول أبونا ده كلام مش منطقي، إن بوت أو مركب مطاط صغير فيه 2 أو 3 في وسط البحر الهايج، في وسط المحيط مش البحر، والأمواج فظيعة والشاركس والحيتان حواليه. أنا مش عارف إزاي قعدوا كده يعني. لكن هم لما وقعوا، الناس دي وقعت، ال8 دول وقعوا جوه المحيط وفضلوا 21 يوم. تخيل 21 يوم لا أكل ولا مية ولا أي حاجة، إلا اللي معاهم بقى خلصوه يعني بالتدريج سنة سنة،
وقعدوا منتظرين الشمس تبهدلهم كل يوم، والميه المالحه حواليهم بتخليهم جلدهم يتاكل، يعني منتهى الرعب. وبالليل الرعد والبرق بقى والامواج عماله ترزع في الكام بوت دول، في الكام زورق الصغيرين دول. يقول لك ايه في مذكراتهم كلهم، وبالذات مذكرات جوني بارتيك ده اللي هو كان معاهم. العيله بتاعته كانت عيله روحيه جدا، وكانوا بيقروا في الكتاب المقدس على طول كل يوم. وكل واحد من ولادهم يروح يدخل الجيش كانوا يدوله كتاب مقدس معاه. فهو جوني بارتيك كان مع البتاع اللي هو شايلها على كتفه ده، الباك باك، كان فيها كتاب مقدس بتاعه. بس هو لما دخل الزورق كان أقل رتبة في كل الرتب اللي موجودة، فلم يجرؤ إنه يقول لهم يا جماعة نقرأ في الكتاب المقدس. بس هو كان مشتاق يقرأ في الكتاب المقدس. على اليوم السادس ما قدرش يمسك نفسه، وهم كده كده هيموتوا، فقال إيه يا جماعة أنا معايا كتاب مقدس وهقرأ فيه، تحبوا تسمعوا؟ قالوا له اقرا لنا، ما احنا كده كده ميتين يعني. فابتدى يقرا لهم في الكتاب المقدس، وبيقول ان كلهم اجمعوا في مذكراتهم ان قرايه الكتاب المقدس كانت بتديهم امل يوم بعد يوم. كل ما يقروا من العهد الجديد كانوا يبقوا فرحانين قوي، وعندهم امل ورجاء ان يسوع مش هيسيبهم خالص، وربنا هينقذهم بطريقه ما. فضلوا على كده 21 يوم، وكانت أكتر آية بيحبوها جدا اللي يقولوا له كررها اللي هي إيه؟ لا تهتموا بالغد فالغد يهتم بشانه. فكانوا كل يوم يقولوا إيه؟ النهاردة عدى نشكر يسوع، بكرة ربنا هيهتم بيه زي ما اهتم بالنهاردة. وفضلوا كده لغاية بعد 21 يوم في وسط البحر الهايج ده. طائرات الاستطلاع لقيتهم ونزلت وخدتهم وأنقذوهم، ورجعوا كلهم يجمعوا في مذكراتهم اللي اتنشرت ساعتها في الجرايد وفي المجلات إن لولا كلام الكتاب المقدس ما كان لهم رجاء ولم يكن لهم حياة. هو كده كلام ربنا محيي، مش بيعطي حياة بس على الأرض، بيعطي حياة أبدية. كتير قوي بننسى الكتاب المقدس، كتير قوي بننسى نقرأ كلام ربنا. انت ينفع تقعد تكلم ربنا على طول ومش عاوز هو يتكلم خالص؟ ينفع كده؟ يعني انت ما بتتكسفش كل ما يجي يتكلم تقول له لا سوري مش عاوزك تتكلم، استنى شوية انا عاوز اتكلم؟ ازاي بتعمل كده؟ طول ما انت بتصلي انت بتتكلم وربنا بيسمع لك. يجي بقى يكلمك يقول لك طب افتح الكتاب المقدس هقول لك آية دلوقتي وارد عليك، تقول له لا استنى شوية مش عاوز اقرا في الكتاب المقدس. هو ده اللي بيحصل بالظبط. لازم نكون عارفين ان احنا لازم يبقى الكتاب المقدس ده هو الأكل بتاع أرواحنا والشرب بتاع أرواحنا كل يوم. اوعى تفوت يوم. لازم تسمع صوت يسوع الحلو كل يوم. تسمعه في حاجات كتيرة بس بالذات في الكتاب المقدس. ولما انت بتقرأ بانتظام يجي في وقت كده تقول له يا رب ممكن تديني النهاردة رسالة لأن أنا متضايق أو زعلان أو محبط أو مفلس أو مديري تعبني. تلاقي آية بتطلع لك وبتريحك وبتديك عزاء من كلام ربنا له كل المجد. أنا عارف إن أنت من هنا ورايح هتقرأ الكتاب المقدس كويس، وهتدوس على نفسك حتى لو تعبان تقرأ الكتاب المقدس، لأن حرام روحك تبقى جعانة وعطشانة لكلام ربنا.